التاني. النهارده هنبتدي رحلة جميلة جدا، تابعونا بقى ان شاء الله للنهاية. هنفطر ونبدأ نتوكل على الله على ثلاث جزر. يا جماله، والله العظيم يا جماله فعلا. لا، أسوان مبسوط بيها جدا. وده شكل الأوضة اللي احنا قاعدين فيها. اليوم التاني ما نسيت أصور لكم في اليوم الأول شكل الأوضة في الفندق الأولاني. هنروح بقى الفندق التاني ونبقى نصور الأوضة التانية، ودي بتطل على النيل والحمام بتاعها كويس جدا ومريحة جدا للأعصاب عامة يعني. بصراحة جميلة جدا جدا يعني، كانت تجربة حلوة في الليلة يعني. هنودع بقى كاتو وايدي، الاسم ده ليه معنى، الاسم جميل جدا، وكانت القعدة فيه زي العسل يعني. هو جنب حاجة اسمها نيبينيان هيستوري برضه، هو كمان بيت نوبي، وهنا البيت النوبي بتاعنا. لا تسألني من أنا، فعنواني هو النوبة. نيبينيان هيستوري ريستوران. يا جماله. في كريدت هنا في كل مكان على فكرة يعني، ما تخافش. دي المواصلة العامة اللي هنا. دايما لما تكون هناك لازم تجرب حاجة جديدة زي المواصلات اللي احنا كنا فيها ديت. القرية النوبية مشهورة في غرب سهيل، هتعجبك جدا جدا. اللي قدامك ده هو فرع النيل اللي رايح للقاهرة وبينتهي في الدلتا، اللي خارج من خزان أسوان أو سد أسوان، اللي اتبنى في سنة 1899 وانتهى في سنة 1906، واللي وضع حجر أساسه الخديوي عباس حلمي الثاني وافتتحه في عهده، وبيبلغ طوله 2 كيلومتر، وهو مبني من الجرانيت المتوفر بالمنطقة، وكان أكبر سد مشاهد في العالم آنذاك، وتم تعليته مرتين في سنة 1912 و 1926 لحجز المياه من الفيضان النيل، وفي محطتين، محطة أسوان الأولى ومحطة أسوان الثانية اللي احنا عليه حاليا. وصلنا المركب وهنبدأ نتحرك دلوقتي على معبد فيلة. يلا بينا. الراجل الكريم ده الرئيس هيطلع بينا بقى. بسم الله ما شاء الله. يلا حاج. ده المرسى بتاع فيلة عند الخزان كده، ده عند الخزان. نتحرك بيه الجزر كلها بقى. احنا دلوقتي في طريقنا إلى معابد فيلة اللي موجودة في جزيرة جركة. والجزيرة كانت بتقع في السد العالي اللي اتبنى في سنة 1906، وكانت مياه النيل بتحاصر جزيرة فيلة خلال معظم السنة، وازداد الوضع سوء بعد بناء السد العالي. وهنا مصر نادت على اليونسكو اللي كان قايم بمشروع كبير جدا لإنقاذ آثار العالم، إن هو ينقذ معابد فيلة في سنة 1972. وتمت الفكرة إن يتم نقل معبد فيلة كله على الجزيرة اللي هو متواجد عليها، وخد الوقت ده 9 سنين لحد ما افتتح في سنة 1980 وبقى أكبر مزار سياحي في أسوان. بسم الله ما شاء الله. الصخور أساسا شكلها حلو كمان يعني، تحس إنها مترتبة، بس طبعا دي لو صخرة وقعت بسبب صغير يعني. معبد فيلة، يا هلا يا مرحبا. طبعا هنا الناس كلهم أساسا يعني رافعين علم فلسطين، ودي حاجة حلوة جدا. بص معبد فيلة من النهر. احنا كده احنا في النهر. يا جماله.
الطبيعي الحلو. معبد فيلة. بص هنا في معبد ارسينوفيس ومندوليس ونختنبو الاول، معبد ايزيس، معابد فيلة. دي اسمها معابد فيلة، انا كنت بقول معبد فيلة. سلام على الجمال والطبيعة. انا من معابد فيلة. طبعا طلبات المدارس كتير جدا، بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا سلام. يلا هندخل بقى جوه كده ونتفرج من معابد فيلة. سلام على الجمال. الجمال والحضارة. طبعا معبد إيزيس الكبير اهو في شرح يعد معبد إيزيس من أهم معالم فيلة وأكبرها حجما. ماشي، بس احنا طبعا الشرح مش مش محتاجينه دلوقتي. ده كان بتاعه. ده المعبد اهو. تحس بالروح والجمال والتصميمات الحلوة. طبعا ده شغال بيعمل تيك توك هنا، مش معقولة يعني. ايه الجمال والحلاوة ده بجد في التصميم الحلو. بص بقى الجمال كده. نشرح له بقى هنا المعبد كله زي ما انت شايف كده الطريقه. ده المعبد الرئيسي، معبد إيزيس هو المعبد الكبير، والمعابد اللي هي الفرعيه بقى اللي احنا كنا حكينا عليها. وده المعبد الاخير اللي هو هنا ده قمه. وهنا في سوق شعبي والجبال حواليك والنهر على جزيره فيلة، وهي جزيره لوحدها اساسا جامده جدا بصراحه، ورحله تستحق فوق الخيال يعني. جمال الطبيعة الساحرة هنا يخليك تهدي الأعصاب وتعيش لك يومين كويسين جدا بصراحة. جمال مش ممكن. سبحان الخالق والمبدع. عايز اقول لك شوية نصايح بقى لما تيجي هنا. ادي كل حاجة وقتها خالص. يعني انت جيت معبد فيلة قضي فيه اللي انت تقدر عليه، لان المعبد جميل جدا، والوقت اللي انت هتقعد فيه ساعة ساعتين مش هتمل بصراحة. كمان هتلاقي حاجات تشتريها كتيرة جدا من هنا، وهتستمتع بالمناظر الطبيعية. فخد وقتك واقعد اشرب حاجة، كل حاجة، حضر نفسك يعني على الاخر جدا عشان تقدر يعني تستمتع على قد ما تقدر هنا قوي. كمان خد صور كتير، خد فيديوهات اكتر. الموضوع محتاج منك يعني بص مجهود كبير جدا. ولو انت جاي في جروب او جاي انت وزوجتك او انت واولادك او اي حد، يعني على قد ما تقدروا. هنا معبد فيلة استمتعوا فيه اي مكان هتروحوا فيه. يعني شوف حتى الادمنستريشن معموله على الطراز النوبي الحلو.
وبصراحة يعني أنا بنصح أي حد هيجي هنا استمتع على قد ما تقدر. نشوفكم في محتوى تاني على الجزيرة بقى، هنوقف لحد هنا، استنونا في محتوى تاني إن شاء الله على الجزيرة. أهلا بكم من أسوان، معبد فيلة وجزيرة فيلة. ننهي لحد هنا، شرفتوني ونورتوني. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل سبسكرايب. هننهي بقى هنا، هنركب المركب ونروح على الجزيرة التانية، فتابع المحتوى من الجزيرة التانية إن شاء الله.